مساء الورد عليكم، يا رب يومكم زي العسل. في مثل يا جماعة بيقول كترة الحزن يعلم البكا، كترة الندب يعني بتعلم البكا. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان كابتن الجليل شيكابالا امبارح طلع تاني للمرة المليون مع الكابتن ميدو، يقول لك النغمة المعتادة والاسطوانة المعتادة إن في فريق الدنيا كلها معاه وفي فريق الدنيا كلها سايباه، وبنغني على كلام ملوش أي لازمة. طيب هو يا كابتن شيكابالا، مبدأ في الحياة لو ليك حق ما تسيبوش. حق في الزمالك، حق في بيتك، حق شخصي ما تسيبوش، طالب بحقك، اوعى تسيبه. لو انت شايف نفسك مظلوم من اتحاد الكورة، من الرابطة، جيب اوراقك ومستنداتك، والراجل بتاع الشؤون القانونية اللي بيقبض عندكم وبتدوله مرتب ده، دي شغلانته، يظبط ملف نضيف ويطلع على اتحاد الكورة. لو ليكوا حق اوعوا تسيبوه، اوعوا تسيبوه، ده حق. لكن النغمة بتاعت كل بطولة، كل بطولة اصل احنا مظلومين، دي مش هتنفع والله يا كابتن شيكابالا، مش هتنفع. انت راجل كبير ومفترض اسطورة يعني، بلاش نهري الهري اللي ملوش اي لازمة ده. يعني خليها تيجي من حد صغير يا كابتن. ده الكابتن ناصر منسي اللي لما كان بيجيب جون ما كانش بيعرف يعمل ايه، من كتر ان هو مؤدب يجيب جون ويسكت، ما يعرفش يعمل ايه، لا اروح اجري ولا افضل قاعد ساكت ولا اعمل ايه، ما كانش بيعرف يعمل حاجه. اخر ماتش وهو خارج بيقول لي الحكم مبسوط كده يا كابتن، مبسوط كده يا كابتن. قال يعني انت ايه؟ خلاص حتى كابتن ناصر منسي اتعلم يتكلم في الكلام اللي ملوش اي لازمه. الكلام يا جماعه والله العظيم بعد العيد ما بينفتل كحك. انت راجل مشتكي بقالك 10 15 سنه ان انت مظلوم، خد قرار بقى. طيب اوقف اللعب عندك لغايه لما اتحاد الكره يرجع ان اللي بيعمله معاك، اطلع على الفيفا، مش عارف، حتى يا ربي لقب نادي القرن اللي هو من 25 سنة، اياميها كان الكابتن كمال درويش وهو من انظف الشخصيات كان رئيس النادي. طب يا جماعة، هو لو كان ليه حق او ان الزمالك مظلوم ما كان طلع ساعتها وقال لا انتوا ظلمتونا، وكابتن صالح سليم خد خد اللقب بالاونطه وكان يتكلم. انتوا جايين بعد 25 سنة بعد ما الميتين ماتت والصحيين قربوا يموتوا، دول اصل كان لنا حق. لا مفيش الكلام ده يا جماعة. انت لو رحت لواحد وقلت له انا ليه عند جدك حاجة، هيقول لك روح خدها منه. وانت جاي تقول لي بعد ما الناس ماتت، جاي تقول لي اصل واصل؟ يا جماعة انتوا عندكم مشاكل، اقسم بالله عندكم مشاكل بعيد خالص عن التحكيم وبعيد خالص عن كذا. عندكم إدارة سيئة، عندكم ناس في الإدارة بتطلع تتكلم في الاعلام اكتر ما بتشتغل، عندكم لعيبه ما بتاخدش حقوقها، عندكم 100 حاجه، 100 حاجه تخلي النادي الكبير يقع. كل ده سايبينه. انا اللي مزعلني ان بعد ما الموسم خلص اهو، ان بدل ما نطلع بدرس، لا للاسف رجعنا تاني قصه المظلوميه، القصه اللي مش هتخلي الزمالك يمشي. الناس كلها بتعدي من جنبيه وهو لسه زي ما هو محلك سر. يا عم شيكابالا انت راجل كبير بقى، بلاش الكلام ده. الله يهديك يا عم شيكابالا.